وبيقول له ابنه انه مش مستعد انه يتحمل المسؤوليه دي وانه وافق علشانه، ولكن جوميز بيشجعه وبيحاول يخليه يثق في نفسه وفي قدراته. وفي الوقت ده ميجيل بيضرب ابن جوميز بالنار وبيقتله، وده عشان يخليه يحس بنفس احساسه لما شاف بنته ميته على ايده. وبعدها ميجيل فكر ان جوميز بعد اللي حصل ده هيحس بالذنب ويتراجع عن اللي بيعمله، ولكن الحقيقه انه استغل موت ابنه لصالحه عشان يكسب تعاطف الناس، وساعتها رشح نفسه هو للانتخابات مكانه. وبنعرف ان جوميز كان معين سكويرا وده المحامي بتاعه عشان يحقق في قضيه اغتيال السياسيين، وقدر يعرف ان القاتل عنده شريك بيساعده في عمليات الاغتيال، وبيكون فاكر ان مدير نينا هو الشريك ده، فبيروح له مكتبه وبيخلص عليه. وبعدها بتروح نينا لمكان شغلها وبتكتشف ان رئيسها اتقتل، فبتروح بسرعه للمكان اللي مستخبي فيه ميجيل، ولكن بنعرف ان رجاله سكويرا كانوا ماشيين وراها، فبيراقبوها وفجاه بيهجموا على المكان وبيفضلوا يضربوا نار عليهم، وبيقدر ميجيل يتصدى لهم وبيقتلهم. وفي وسط المعركه دي سكويرا بياخد نينا رهينه، وبيعرض على ميجيل يعمل معاه اتفاق وهو انه هيسيب نينا، لكن في المقابل هيقتل واحده اسمها جوليا ماتشيتو، ودي تبقى المرشحه الرئيسيه اللي داخله الانتخابات قصاد جوميز. وبيكون ميجيل ما عندوش اي حل غير انه يوافق على عرض سكويرا عشان ينقذ نينا،